في وجع محدش بيشوف، وجعك وانت بتحاولي تفضلي طيبة في عالم بيكشرلك في وشك، وجعك وانت بتحاولي تحافظي على قلبك نظيف وسط ناس كل همها تشكك في نياتك. في صراع يومي كده بينك وبين نفسك، بتحاولي تكوني إنسانة متسامحة حنينة بتقف جنب الناس، وفي نفس الوقت بتحسي انك بتتوجعي من كل حاجة، كلمة صغيرة تقطع فيكي، نظرة تكسرك، موقف يفضل متخزن جوه دماغك بالأيام. في لحظات بنبص كده لنفسنا في المراية ونسأل طب ليه؟ أنا ليه بحاول أكون طيبة؟ ليه بفتح قلبي كل مرة؟ ليه ما بقتش قاسية زي ما الحياة بتطلب مني؟ بس خليني أقولك حاجة من القلب للقلب، الطيبة مش ضعف، طيبة شجاعة. في ناس بتفتكر ان اللي بيعدي الإساءة انسان ضعيف، وان اللي مش بيرد بنفس القسوة ده يبقى انسان ساذج. بس الحقيقة ان الطيبة في عالم مؤذي قوة، وانك تفضل انسان رغم كل اللي شفته دي في حد ذاتها بطولة. بس برضه لازم نفهم ان الطيبة مش معناها اننا نسمح بالاذى، ولا اننا نفضل نحط نفسنا في مواقف تستنزفنا كل مرة. الصراع ده طبيعي لانك انسانة، مش مطلوب منك تبقي ملاك ولا تعيشي دايما على حساب نفسك علشان الناس ترتاح. مفيش حاجة اسمها طيبة مطلقة، حتى احن القلوب بتتعب وبتزعل وبتغلط وبتقول كفاية. وكونك بتحسي بالصراع ده دليل انك عايزة تفضلي كويسة، لكن مش على حساب نفسك، وده انبل شعور ممكن تعيشيه. ازاي نوازن؟ ازاي نكون طيبين من غير ما يتداس علينا؟ اول حاجة لازم تكوني طيبة لنفسك او لاي حد. اسألي نفسك لو حد تاني اتعاملت معاه زي ما انا بتعامل مع نفسي كنت هقول عليه ايه؟ تاني حاجة حطي حدود حتى لو بسيطة، مش كل حد يستاهل يسمع شكوتك، ولا كل حد من حقه يدخل مساحتك. تالت حاجة، الطيبة مش معناها انك تقولي وانت موجوعة، الطيبة كمان انك تقولي لا من غير ما تكسري حد، وتبعدي من غير ما تجرحي. في ناس بتستاهل طيبتك، وفي ناس بتستاهل انك تبعدي عنها. مش كل الناس شبهك، وفي ناس كل ما تديهم ياخدوا اكتر، وكل ما تسامحي يفتكروا ان ده ضعف ومش عزة نفس. فانت مش محتاجة تثبتي لأي حد انك انسانة كويسة، كفاية انك عارفة نفسك وعارفة قد ايه بتصحي كل يوم وتحاولي تكوني احن رغم التعب. وفي الاخر اوعي تفتكري انك لو تعبتي شوية او قسيتي في موقف او حتى اضطريتي تبعدي عن الناس اللي بتحبيهم ان ده معناه انك فقدتي الطيبة. مش معناها انك دايما تضحكي، ولا انك دايما تسامحي، ولا حتى انك تفضلي متاحة للكل على حساب نفسك. الطيبة الحقيقية انك تفضلي تحاولي كل يوم تخلقي لنفسك مساحة آمنة تكوني فيها على طبيعتك وتريحي قلبك من وجع الدنيا. انتي مش ضعيفة، انتي بس بتحاولي تلاقي توازنك بين انك تفضلي انسانة طيبة وبين انك تفضلي واقفة على رجلك. خليكي دايما فاكرة اللي بيحافظ على قلبه نظيف ده بني آدم مش ضعيف، ده إنسان قوي وواعي وبيحارب في صمت علشان ما يتحولش الوحش. وأنا عارفة إنك بتحاربي وبشجعك من كل قلبي علشان لسه فيكي خير كتير ولسه جواكي طيبة حتى لو الدنيا خنقتك. وكل مرة بتختاري فيها إنك تكملي دي بطولة، وكل مرة بتحتفظي فيها بقلبك وسط الزحمة دي معجزة صغيرة. خلي دايما قلبك في حضنك وحطي نفسك في أول الصف، وما تنسيش أبدا إنك تستاهلي إنك تكوني بخير. لو عجبتك القعدة ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفتحي الجرس علشان القعدة الجاية تلاقينا سوا هنا في قعدة ستات.